السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ وحشني كتير. فيديو اللي فات بحبكم جدا جدا يا أحلى اخوات في الدنيا. نعمل رز بلبن بطريقة سهلة وسريعة كده، حاجة اللهم بارك. زي ما انتم شايفين كده في أول الفيديو، بسم الله ما شاء الله. هنا كنت بوريكم ان انا معايا معلقتين كبار من نشا الذرة، ومعايا 4 معالق كريم شانتيه، ومعايا طبعا سكر يكون أبيض كده فاتح، وطبعا معايا كوباية من الرز، ومعايا 2 باكت من الفانيليا، وكيلو ونص من الحليب. كده انا غسلت الرز زي ما شفتوا كده. دي كوبايه من الرز المصري العادي. هغسلها غسله كويسه كده، وحاطه طبعا هنا على النار كده زي ما انتم شايفين على البوتاجاز كوبايتين من الميه في قلب حله، وهنزل بيهم اول ما يبتدوا يغلوا. هنزل بالرز اللي احنا غسلناه، اللي هي كوبايه الرز. هسيبهم بقى على نار متوسطه كده، مش نار عاليه، لحد ما يستوي معايا الرز ويبقى يوصل معايا بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. شرب كل الميه واستوى معايا تماما. يعني استوى 3/4 سوا. وبقيه السوا انا هسويه في الحليب والسكر والحاجات اللي احنا هنضيفها. طبعا وصل معايا لحد هنا، ما ينسانيش بلايك وشير واشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من انا وبناتي. وطبعا بحبكم في الله جدا جدا يا احلى اخوات في الدنيا. هنا بقى هنزل بالحليب اهو، ده كيلو ونص من الحليب كده. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. هنزل بيه كده على طول على الرز، وهسيبه بقى يدي مع الرز كده شويه. وهننزل بقى بالسكر بعد كده. الرز بلبن جميل جدا. وطبعا دلوقتي العلبة بقت غالية جدا جدا بصراحة في المحلات، فاحنا كل حاجة نقدر نوفرها في بيتنا ونعملها افضل واحسن وانضف. وكمان بصراحة جميل جدا، والاطفال كلها بتحبه. انا بصراحة بحب اعمله واحطه عندي في التلاجة كده في علب. وهم ماشيين على المدرسة، وهم بيجوا بصراحة بيبقوا عايزين اي حاجة ياكلوها مسكرة، عايزين كده اي حاجة ياكلوها، فبيبقى جاهز عندي بصراحة. هقلب كده زي ما انتم شايفين، بس لحد عشان الرز ما يمسكش في الحلة من تحت. هقلب كده لحد الرز كله كده ما يدوب في قلب الحليب اهو بالشكل ده. طبعا هضيف السكر بقى. طبعا زي ما قلنا السكر حسب الرغبة. انا كده ضفت كوباية، دي كوباية 150 ملي. طبعا زي ما قلت السكر حسب الرغبة، وهقولها كل مرة في اي حاجة حلوة بنعملها. في ناس بتحب السكريات وفي ناس مش بتحبها، بس انا بالنسبة لي بصراحة كان سكره مظبوط جدا جدا. ضفت كده كوباية، يعني كوباية ونص من السكر، وهحط كمان نص كوباية، يبقى حطينا كوبايتين. وهدوب كده. بصوا انا كده بقلب بقى ان انا ادوب السكر مع الرز مع الحليب كله كده يشرب من بعضه كده، ويبقى ما شاء الله يعني كله شرب من السكر كده، ويبقى يعني ما شاء الله حلو. هنا كنت بصراحة بقى بشوف يعني هو مظبوط سكره مظبوط ولا محتاج لقيته بصراحة محتاج شوية. حطيت له حوالي ربع كوباية من السكر. زي ما قلت لكم السكر حسب الرغبة. الرز بلبن من اسهل ما يكون طريقته، يعني طريقة سهلة لكل المبتدئين. ده فيديو كان سهل وبسيط، بس انا حبيت ان انا اطلع معاكم وتسمعوني واسمعكم واشوفكم وتشوفوني، لاني وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو بصراحة نزلته. وطبعا بحب تعليقاتكم الجميلة ولايكاتكم وكل حاجة، يعني ربنا يدوم ما بيننا الحب والمودة يا رب. هنا بقى الاربع معلقة كريم شانتيه بصراحة بيودوا الرز بلبن في حتة تانية خالص. حطيت عليهم شوية من الحليب كده، وهدوبهم حليب طبعا بارد. وهدوبهم كده كأنك بصراحة حطاله قشطة خالص كده. انا ما عنديش قشطة بصراحة، واللبن كان ما شاء الله يعني اللبن دسم، يعني مش محتاج قشطة. فضفت له. بس انا بصراحة بحب الاضافة الكريم شانتيه في الرز بلبن، بصراحة بيخليه جميل جدا، كريمي كده وحاجة اللهم بارك في منتهى الجمال. بصوا بقى، اول ما احس ان اللبن والحليب والرز وكله بيدي كده مع بعض والسكر، بروح نازله بال4 معالق كريم شانتيه اللي احنا قلنا عليهم. 4 ممسوحين مش ملين، يعني احنا لو مليناهم هيبقوا 3 معالق. بصوا ما شاء الله. بقلب بقى كده كأنك بصراحه ضيفاله قشطه بالظبط. لو عندك قشطه ممكن تضيفي قشطه. انا ما عنديش بصراحه، ما كانتش متوفره عندي. هقلب بالشكل ده. وبصراحة ال- بصوا بقى هنا سبته بقى يدي بقى مع نفسه كده بقى شوية، كله كده يختلط ببعضه. انا بقى هنا كده بقى هضيف اضيف 2 باكت من الفانيليا. بصراحة بيخلوا ريحته حلوة قوي. في ناس بتحط ماء ورد، وفي يعني كله على حسب رغبته. بس يعني انا بحب الفانيليا بصراحة. هنا بقى اللي هيعمل لي رابط شوية للرز بلبن، هما المعلقتين النشا الذرة. بصوا انا دوبتهم في شويه ميه في شويه حليب. المهم ان احنا ندوبهم قبل ما نضيفهم، عشان
ما يكتكتوش معانا كده ويكلكعوا في قلب ايه رز بلبن. وبقلب بقى، بتفضل ايدي على طول بقى تقلب تقليب مستمر لحد ما يدوبوا معايا خالص تماما، عشان ايه زي ما قلت ما تكلكعش معانا وتكتكت وكده في قلب الرز بلبن. افضل اقلب بالشكل ده. طبعا هسيبها تدي شويه كده على النار عشان النشا تستوي معانا اهو بالشكل ده. اول ما تدي كده كام قلبه كده بروح طافيه بقى خلاص. كده الرز باللبن ما شاء الله اللهم بارك جاهز معايا. بصوا ما شاء الله انا بحب قوامه كده كده بيبقى جميل جدا جدا. طبعا لما هيهدى وهيبرد عايزه اقول لكم ان هو هيتماسك شويه. انا عندي العلب دي بصراحه ربنا جميله قوي حلوه قوي. بتحافظ على الرز بلبن، وكمان بحط فيها كده وبقفلها وبحطها في التلاجة. يعني مفيش اي حاجه تلقط فيها ولا اي حاجه بصراحه، بتبقى يعني جميله قوي بصراحه. بصوا هامله بقى العلب ديت ما شاء الله جميله قوي. طبعا العلب دي بتيجي من عند اي محل بتاع ملتزمات اللي هي بتاعت المنازل وكده اللي بتبقى موجوده فيها بصراحه. بصوا جميله قوي بصراحه. هنا بقى هحط بقى بصراحه ربنا شويه كده في طواجن، كام طاجن كده هحطهم بقى ايه، هدخلهم تحت ايه الشوايه كده في الفرن زي اللي احنا ايه الرز بلبن اللي احنا بنجيبه بوش كده، يعني اللي هو وش احمر ده. بصوا الكميه ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لكم مش قادره اقول لكم على جماله وعلى طعمه وعلى ريحته، يعني اللهم بارك. زي ما قلت لكم جميل جدا جدا ومغذي ومفيد للاطفال. هتحطيه في التلاجة. بصوا انا هنا هحط الاربعه دول تحت الشوايه بس هياخدهم كل حاجه فيه مستويه. احنا هنديله بس لون مش اكتر. بصوا ما شاء الله مفيش دقيقتين ولقيت وشهم احمر على طول. جميل جدا جدا طبعا. عيالي اللي طالبين بصراحه ده مني اللي هو طواجن. بصوا جميل جميل جدا، قوامه كريمي جدا وحاجة اللهم بارك. بألف هنا وشفا اللي كل. يا رب يكون الفيديو عجبكم. طبعا بحبكم في الله أحلى اخوات في الدنيا. وبصوا أنا هنا هوريلكم يعني ما شاء الله أنا بحب قوامه كده. طبعا لما هيهدى وهيبرد وهيتحط في التلاجة هيعمل وش المكشكش اللي احنا عارفينه بتاع رز بلبن. لكن أنا هنا والله كنت بدوق معاكم كان لسه سخن ما بريتش. طبعا انا استنيت عليه او حطيته طبعا محبيته في التلاجة عندي. لقيته وشه مكرمش جدا زي اللي بيتباع بالظبط. اضافه الكريم شانتيه بتوديه في حته تانية خالص. بحافظ بقى على العنب دي بغطيها غطا كويس واحطها في التلاجة. زي ما قلت لكم عيالي بيحبوا هما بيذاكروا يطلعوا علبه ياكلوها بيهم مدرسه يلاقوه جاهز كده بياكلوا منه. يعني هما ما بيحبوش بصراحه الزبادي قوي، بس بيحبوا الرز بلبن. حاجة جميلة وسهلة وسريعة. يا ريت بصراحة تعملوها وتوفروها في بيكوا أفضل. الحاجة بقت غالية جدا جدا بصراحة. العلبة الوقت بكام؟ في ايدينا نعمل كل حاجة. ويا رب يدوم علينا نعمة وصحة وعافية يا رب العالمين. وبحبكم في الله. ما تنسونيش بلايك وشير.